تعالي اقولك ازاي عملت الشنطة دي من ده. انا كان عندي شنطة قديمة فكيتها وعملت منها شنطة جديدة بكل سهولة من غير اي تكلفة ومن غير اي تكلفة خارجية اشتريها من بره. كل دي حاجات موجودة عندي في البيت، وابتديت ان انا افكر لكل حاجة هحتاجها افكر لها بحاجة من الحاجات اللي موجودة في البيت، سواء البطانة دي عبارة عن طرحة، وسواء القماش ده بواقي قماش، والجزء اللي انا مبطناه ده اي فل او اي حاجة من الحاجات اللي انت بتشتريها بتبقى جاي معاها، اللي هي الحاجات اللي هي قابلة للكسر دي بيبقى جاي معاها حاجات مغلفاها كده ممكن تستخدميها. ممكن تستخدمي طبقات قماش نفس نوع القماش كذا قماشه، وتبتدي ان انت تثبتيهم بالطريقه دي، بتعملي خطوط وتبتدي ان انت تعملي الشكل اللي انت حابه يبقى موجود على الشنطه بتاعتك، لان الخطوط دي هي عباره عن الديزاين الخارجي للشنطه. ممكن يبقى خطوط بالطول بالعرض، سامبوكسات او طوليه او رسومات زي ما انت حابه، بنفس لون القماش او من غير لون القماش ده برضو زي ما انت تحبي. على فكره الفيديو ده كان طويل جدا بس انا حاولت اختصره كتير. هتلاقوا الفيديو على قناتي على اليوتيوب خطوه بخطوه. لو انت اتبعتي كل الخطوات هتنفذيها زي ما هي كده بالظبط، سواء هتعمليها على ايدك او هتعمليها على المكنه هتبقى سهله جدا معاكي لو اتبعتي نفس الخطوات دي. وهسيب لكم الفيديو في التعليقات، وكمان لو حابين تكملوا السلسله دي اكتبوا لي برضو في التعليقات، ولو حد نفذ الفكره يا ريت يبعت لي الفكره. تقدري تعيدي تدوير حاجات كتير موجودة عندك، وبالذات اكسسوارات الشنط دي، لان الشنط بتيجي غالية جدا والاكسسوارات دي بتبقى خسارة ان انتي ترميها او تهدريها. بصراحة اي شنطة موجودة عندك حتى لو لسه الفكرة مش موجودة او هتقدري تنفذيها احتفظي بالاكسسوارات اللي موجودة فيها. ممكن في وقت من الاوقات ترجعي وتعملي افكار زي دي هتفيدك جدا وهتفرق معاكي كتير جدا، حتى لو هتعمليها لاطفال صغيرين اكيد هتبقى مختلفة وجميلة، بالذات لما تبقى عاملاها من عمايل ايدك انت. بتمنى يعجبكم الفيديو، بتمنى تستفيدوا منه وتشاركوه مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.